قريبا كهرباء 24/24. لطالما كانت جملة كهرباء 24/24 مصدر ضحك للبنانيين في بلد تعاقب عليه عشرات وزراء الطاقة ولم يتمكنوا من إيجاد حل جذري لمعضلة الكهرباء. اليوم ومع عودة الانقطاعات المطولة للتيار الكهربائي ووسط ملاحقة دقيقة لأصحاب المولدات، قرر هؤلاء طرح حل بديل ويتلخص بتأمين الكهرباء 24/24. رئيس تجمع المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادي قال للبنان 24 إن التجمع يمد يده للدولة، واقترح أنه بدلاً من شراء الفيول لما لا تشتري الدولة الكهرباء من أصحاب المولدات، خصوصاً وأنه خلال الأزمة تمكن العديد منهم من تأمين الكهرباء 24 ساعة على مدار اليوم، عدا عن موضوع الجباية المستمر الذي من شأنه تأمين مورد مالي مستقر على عكس جباية الدولة المتأخرة. الطرح منطقي كحل قد تعتمده الدولة للانتهاء من أكبر مشكلة في تاريخ لبنان، إلا أن مصادر تؤكد أن هذا القرار قد لا يسلك الطريق، خصوصا وأن كارتيلات تمتنع عن تسهيل أي تعاون بين الدولة وأصحاب المولدات، ولعل أزمة النفايات خير دليل على ذلك، إذ طالما المحسوبيات تتغلغل في أي ملف فلا حل منشود سنصل إليه.